خبر مش حلو وحلو قوي. الزمالك استقر رسميا على عدم التجديد لجعفر. احمد جعفر لعيب تقيل جدا يفرق مع نادي الزمالك، لعيب محترم ومهذب، لعيب يفرق في اي نادي، ولكن نادي الزمالك النهارده اول مره يقف ويحط ايديه على مشكلته. احمد جعفر طالب 2 مليون جنيه و700 الف وطالب شروط في السداد. نادي الزمالك مش قادر، ممكن ما يجددش لاحمد جعفر بس يحط مبدأ، ممكن ما يبيع احمد جعفر بس يشتري فرقته كلها. واحمد جعفر انا بقول لكم لعيب مهذب، لعيب محترم، لعيب ملتزم، لعيب يفرق مع اي نادي، وحق احمد جعفر يطلب اي رقم، وحق احمد جعفر يروح لاي نادي. ولكن الزمالك طالما بيعدي بازمه ماليه، لو رضخ لاحمد جعفر النهارده لازم يرضخ لكل لعيب، ومش هيقدر يعمل بعد كده سقف للارقام بتاعته. فاعتقد نادي الزمالك دي خطوه بياخدها اعتقد هتحسب له. اثبتت التجارب ان نادي الزمالك طبعا احمد جعفر لعيب تقيل وشيكابالا لعيب تقيل وكلهم نجوم، ولكن نادي الزمالك ما بيتوقفش عند نجم وما بيقفش عند نجم. واثبتت الشباب الصغير محمد ابراهيم صلاح عمر جابر، كل الشباب دي اثبتت وادت مثل ان هي مش بالارقام ومش بالنجوم، في شباب صغير بارقام صغيره ولكن الفريق بيبقى ليه شكل تاني. كلنا بنتمنى ان احمد جعفر يكون موجود في نادي الزمالك، لكن اللي انا شخصيا بتمناه ان نادي الزمالك يغير سياسته، ان نادي الزمالك يفرش او يعيش او يشتري لعيبه على حسب ظروفه، وما يعتمدش النهارده على رئيس نادي يضخ فلوس، ولا يعتمد على مستثمر يخش يدي فلوس، يعتمد على موارده الشخصيه. واعتقد ان دي اول خطوه على الطريق الصحيح لنادي الزمالك. تأجيل دعوه